احنا يا جماعة كده عايزين نبتدي بداية موفقة وجميلة مع بعضينا كعيلتين جمال، نبقى نموذج لجميع العائلات اللي في الدنيا. أنا في الحقيقة هتكلم كلمتين كده عبال ما السيد منير زوج حضرتك يجي بالسلامة. دلوقتي زي ما احنا عارفين إن كل واحد فينا محتاج للنص التاني. يعني ايه النص التاني؟ يعني واحد ماشي من غير رجل ومن غير ايد، يعني واحد رجل واحد ايد؟ ايه ايده وبتاع ايه؟ هو بيشحت في السيده زينب ولا ايه؟ يا رحمه افهميني، كل راجل محتاج لست، يعني النص التاني بتاعه، وكل ست محتاجه الراجل. فهمتي النص التاني معناه ايه؟ لا، اولا ده مش صحيح. اولا الست ممكن تعيش لوحدها والراجل كمان ممكن يعيش لوحده. ازاي؟ قول لها ازاي؟ يعني ايه؟ انت معقوله توصل انك انت ممكن تستغني عني يا رحمه، او انا استغنى عنك؟ هو انت فاكر نفسك راجل؟ عايزين نكمل الموضوع بتاعنا، مش عايز ولا صوت. انا مولعه نار، انا شايطه مولعه نار مولعه نار مولعه نار. استحمي بميه ساقعه عشان تهبطي والنار تطفي. حلو ظريفه قوي طنط دي، ظريفه حقيقي. ما تخشي انت يا حبيبتي تاخدي دش زرافه كده. يا ماما يا حلوه دي بقى. انا ظريفه طول عمري ودمي خفيف، دايما بزوده بالميه الصبح. ايه؟ اسمعوا يا جماعه، احنا النهارده مش جايين نقعد مع بعض نفصص توم وناكل قرنبيط متخلل والكلام ده. احنا جايين النهارده علشان خاطر جميله واكمل. ثانك يو. انتوا عارفين كويس قوي اي حد بيتجوز ما بيتجوزش لوحده. ايه؟ بيتجوز معاه عيلته. عيلته بتكون معاه بالنسبه للعريس وبالنسبه للعروسه. العائلات لازم تتضافر مع بعض. وانا ماما هتتضافر مع مين يعني؟ نعم؟ مش قصدي، بس ما عايزين نحلها بابا. نحلها بمعنى ان امك لازم تتعرف على عيلة العروسة، وامها لازم تتعرف على عيلة العريس. هي دي الفترة اللي انا قلت لكم ان احنا نتضافر جوا بعض ونفهم بعض. بمعنى ان لازم الفترة دي اللي انا قلت لكم عليها تقعدوا مع بعض، تفهموا بعض، تشوفوا تفكير بعض الى اي مدى بتفكروا في حل المشكله. هو ده اللي بيحدد نسبه الزواج او عدد ايام الزواج، يا تطلقوا يا تستمروا. تفكير، الماديات، الاخلاقيات، الماديات، ولازم كل واحد يعرف فيكم انتوا فعلا عندكم امكانيات تؤهلكم لاستمرار الحياه ام لا. قصدك ايه يعني؟ بتبصي انا ليه؟ لا انا بكلمك يعني علشان الحياه الزوجيه يا رحمه ما يبقاش فيها ديكتاتوريه. التحكم هو اللي بيخنق، هو اللي بيجهض الحياه الزوجيه، هو اللي بيخلي فجاه الراجل بيسيب حتى هدومه وبيفتح الباب وبيهرب وما يرجعش تاني. الست لما تبقى كل شويه رايح فين وجاي فين، رايح فين وبتكلم مين، جاي مع مين، لا ده لازم يمشي، ابني ده لازم يقول، ابني ده لازم ما يقولش. التحكم ده يا رحمة هو اللي بيفشل بيوت كتير جدا موجودة. يحيى العد، والله ولا حد قبلك ولا حد بعدك ولا حد زيك، ده انت راجل زي الفل. برافو يا بابا، يا واعي قوي يا مفكر. عايز اقول لك حاجة اكمل، عايز اقول لك حاجة. سيبك من الكلام اللي انت بتقوله ده دلوقتي. انا عايز اقول لك حاجة، الحب وحده لا يكفي. ايه ده فيلم انا شفته. لا ده مسلسل والبطل في الاخر ما اتجوزش البطله. امال بتقول ايه المثل ده ما اتجوزوش في بعض يا بابا؟ ازاي يعني انا ما اقدرش اعيش مع واحد ما بحبوش على فكره. وانا كمان انا ما اقدرش اعيش مع واحده مش جميله. في ناس كتير جدا حبت بعض وما اتجوزوش في الاخر. والله؟ ايوه والله. عهد مين ده؟ عهد ربنا. وعهد الله زي ما بقول لك كده. وفي ناس كتير قوي عمرهم ما شافوا بعض واتجوزوا. مش معنى ان اي حد بيحب حد هيعيش معاه مستريح. لا، التفاهم، اللغه، ازاي تشوف الراجل فعلا راجل في المواقف، يقدر يتكلم ويقدر يتصرف ويقدر يحميها. هي دي الرجوله، وهي دي الحياه اللي هتستمر، لان احنا كلنا كنا رجاله ورجاله ساعه زمان. ده فيلم الارض، فيلم الارض محمود الجليل. صح.
بابا يا واصل لمرحله الله يخليك. يا واعي قوي. الله يخليك. شوفي بقى بابايا بيتكلم ازاي يا جميله. ها محمود المليجي خد جايزه في الفيلم ده عن الجمله دي. انت ناسي مواقف كتير يا استاذ. ايوه يا فندم. فانا بقول لحضراتكم ان احنا فعلا الفتره اللي احنا حددناها دي نعيش مع بعض، البيتين يخشوا جوه بعض عشان يعرفوا بعض ويفهموا بعض، علشان هل هتقول انا موافق على اكمل ان احنا نتجوز، هل اكمل هيقول ان انا موافق على جميله ان احنا نتجوز، يا يستمروا يا ما استمروش. يلا على مهلك خالص، على مهلك اهو. يلا. بقول لك ايه؟ انا عايزه اعرف الراجل ده سابنا وراح على فين؟ يا ستي ده راجل شايب وقديم في الكوتشينه ويعرف يتصرف. وبعدين بصراحه انا حاسه ان احنا عملنا دماغ من البتاعه دي بصراحه، يعني مش من اللي احنا امسكي يا هلا. يلا بس استني بس. اه. انا عايزه اعرف هو راح فين؟ يا ستي راح الجنه، كلنا هنروح الجنه بعد الليله المفترضه دي. جنة ايه؟ مش يلا يا هلا يلا يا هلا. جنة ولا نار؟ بالراحه بس كيف. يلا بقول لك انت متاكده ان هو بره؟ يلا بس احنا ايه هنطلع. يلا زقوا زقه واطلع عادي. هو تو وش فقري اللي انت عملته ده يا منير. يا سلام. مبسوط جدا. ربنا يبسطك يا سيدي على طول. انا كان معايا مزتين. مزتين؟ تو مزز. ومزز ايه؟ انت ما كانش معاك الا قرشيبه. لا انا كان معايا صاروخ جو. يبقى ما كانوش تو مزز بقى، كانوا معاك 4 بس انت مش واخد بالك. انا مبسوط قوي يا حسين، مبسوط بمعرفتك. انت جميل يا منير. يلا. لا انت اللي اجمل. يلا. انا مش عارف كنت هعمل ايه من غير ما اعرفك. لا ان شاء الله معرفة خير. تعالى يلا روح عشان تروح تنام. اروح فين؟ تروح بيتك يا حبيبي. ما هتروح بيتنا. ايوه بيتنا. ايوه حبيبي. طب انا كنت عايز اطلب منك طلب. امور. عاوز ابات هنا. لا ما هو بات هنا زي بات في بيتك. روح يلا تصبح على خير. لا ما ينفعش اروح وانا في الحاله دي. حالة ايه مالك؟ ما هو انت لازم تروح علشان تريح دماغك شويه. انا عايز اخد تاخد ايه؟ اخد خبرتك. بكره انا هديك كل خبرتي ان شاء الله. لسه هستنى لبكره يا حسين. يا سيدي ده كلها كام ساعه والنهار هيطلع، تجي لي هديك اللي انت عاوزه. طيب يلا. ماشي يلا حبيبي. اروح بيتنا. روح بيتكم من هنا. طيب ماشي متشكر. سلام. ايه ده؟ اللي عايز خبرتي. ايه اللي انا واقع فيه ده؟ ايوه هدى، انا جيت البيت بس ما لقيتش عيش. هدى مين يا منير؟ انا شكل هدى؟ الله يا عم انا مش هدى يا عم، انا حسين. حسين؟ وانت ايه اللي وداك عند هدى؟ يا عم وداني فين؟ انت هتجيب له مصيبه ولا ايه؟ هدى مراتك هناك عندك في البيت، اتوكل على الله يلا. روح بقى نام. هدى هناك في البيت؟ هدى هناك في البيت. يلا. ممكن اطلب منك طلب؟ عاوز ايه يا منير؟ ممكن ابات هنا؟ مفيش بيت هنا، هنا ما بيبيتوش. اتوكل على الله يلا. حاجه غريبه قوي. امال انت مين؟ بقالي ساعة بقول لك في السوفيس. السوفس انت ايه اللي جايبك هنا؟ جيت يا جميلة جيت. امشي يا اكمل، امشي. امشي بعد ما قعدت اتمرن على نطة الشباك لوحدي 3 ايام. اكمل بقول لك انزل يا اكمل. ما تقولي كده من الاول. طيب يا لهوي اكمل، لو حد شافك عندي دلوقتي في الاوضه هيقول عليا ايه؟ يقول علينا ان احنا بنغلط مع بعض يا جميل، ونخلص بقى من الليلة دي ويقولوا لي لازم تصلح غلطتك يا اكمل وتستر جميلة. هطلع جدع وهسترك يا جميلة. اكمل ممكن تهدى؟ امك لو عرفت اللي انت بتعمله ده الخطه كلها هتبوظ، كل الاتفاقيه هتبوظ يا اكمل. اتفاقية ايه يا جميلة؟ هو انا بقيت من الاراضي المحتلة؟ اكمل
اكمل، انت عايز مني دلوقتي اللي جاي ليه؟ جاي يا جميله علشان انفذ الرومانسيه، عايز اعيش حاله رومانسيه. انت مرنت على نطه الشباك، عارفه الاغنيه بتاعت من الشباك لارمي لك حالي؟ عارفاها. انا عملتها دلوقتي، انا نفذت الاغنيه، يبقى انا كده نفذت الرومانسيه يا جميله. من حق اعيش معاكي حب، قصه كده زي روميو وجولييت. روميو وجوليت دلوقتي يا اكمل؟ فاكره الروايه يا جميله؟ احلى الروايات اللي قريتها في حياتي. فاكره ام روميو كانت بتتعامل ازاي مع روميو نفسه؟ كانت بتكرهه جدا. فاكره ام جولييت وجولييت لما كانوا بيكرهوا ام روميو؟ فاكره بقى ام روميو لما كانت بتبادلهم نفس الشعور وبتكره اي حد في الغابه؟ ام روميو فاكراها؟ ام روميو في الاخر خالص الروايه يا جميله كان اسمها ايه؟ اكمل وجميل. لا، اجمل وجميله ايه؟ روميو وجولييت. ايوه، عايزين نبقى روميو وجولييت، احنا كمان فيها ايه يعني؟ روميو وجوليت دلوقتي؟ بكره 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 يا اكمل، قوم روح. لا دلوقتي يا جميله، انا جاي عشان عايز اشوفك. تشوفني يا اكمل؟ ما تستنى بكره الصبح نبقى نتقابل في الشركه. مش هينفع يا جميله نتقابل في شركه ايه؟ وبعدين في الروايه كانوا بيشوفوا بعض كل يوم من الشباك، ينط روميو كانت جميله قاعده مستنياه كده. طب اتفضل قوم بقى عشان انت كل تصرفاتك غوغائيه. ياه، نفس اللي بيحصل في الروايه بالظبط. اول ما جولييت قالت كده لروميو قال لها ايه؟ ايه؟ هي كانت واقفه كده في وسط القصر، راحت قالت له انت يا هذا اذهب من هنا فكل تصرفاتك غوغائيه. قال لها ايه بقى هو؟ 4 صفحات ساكت، بين قوسين كان بيرد يقول ايه؟ ايه؟ يتأملها، يتفحصها، ينظر إليها، يتوغل، ينجرف، يسحب الغطاء ثم يمدد في سلام وأمان، وتأتي جولييت الجميلة، ده كان بين قوسين، أحلى بين قوسين في الروايات كلها، وتمدد إلى جانبه بجواره، فراحت جلست هنا وراح جاي قعدوا جنب بعض كده، وكانت الرواية سعيدة قوي. لا يا اكمل، كانت بتضربه في الروايه وكانت بتقول له قوم 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 روح قوم روح قوم روح. مش هروح يا جميلة، مش هروح يا جميلة، أنا عايز أقعد معاك هنا، البيت خانقة قوي، بصراحة أوضتك جميلة جدا، السرير بتاعك بيعمل الحركة دي حلوة قوي، أحلى من السرير بتاعي كتير. احنا السرير بتاعك ايه يا اكمل؟ قوم روح. مش عايز مني ايه؟ مش عايز حاجة يا جميلة، عايز أثبت لك إن أنا مش محتاج 3 شهور عشان أعرفك، أنا عرفتك، أنت تتعرفي في نص يوم يا جميلة، مش محتاجة وقت والله. انت كذاب. والله العظيم ما كداب. وانا كمان على فكره. بجد؟ انا عارفه ان الكلام اللي قاله باباك ده كله علشان بس يهدي مامتك والامور تعدي، لكن عارفه ان كل ده مش هيحصل منه اي حاجه. تبات يا جميلة، يعني أنت عارفة كل حاجة أهو، تعالي مددي بقى. لا خلي بالك، امك مش هتسكت، امك عندها افكار واستراتيجيات وتكتكه وتكاتيك وكل حاجه في الدنيا. هو انتوا ليه تفكيركم كله ضئيل؟ انتوا دقلاء قوي، ليه بتفكروا في كده؟ ليه بتفكروا في ان انتوا تحاربوا بعض؟ وهننفذها ازاي؟ هغيظها ازاي؟ دي لازم تغلي من جواها. انا دي تعمل معايا؟ انتوا ايه تفكيركم ده يا جميله؟ سيبوا امي في حالها يا جميله. ايه الصوت ده؟ في ايه؟ مين دي؟ وطي صوتك لبابا يصحى. بابا مين؟ منير. نعم. ايه يا منير؟ ايه ريحة السبرتو دي؟ لا اوعي تقولي سبرتو، ده صنف نوعه كويس وغالي غالي. غالي؟ انت سكران. لا ما تقوليش سكران، انا كنت بذاكر مع اصحابي في الجامعه. هما دول التلاميذ؟ وبعدين الفصل كله موجود. ركبنا مع بعض التوك توك واحنا جايين عشان ما سيبهمش للغرب. هو توك توك وشه فقري، سكه مرش، ما حضرش، منافله. انت سكران يا منير. لا عيب ما تقوليش سكران دي خالص. سكران، رجعت لعادتك القديمة اللي وارثها من جدك. انا اوعي ريحة السبرتو دي، اوعي. انا سكران؟ انا هفوقك يا منير. سكرانة ماشي، ومعاك ستات يا بنات، يعني كمان مش جايب لي رجالة، لا جايب لي ستات البيت. ده انا هفوقك، ده انا ايه ده؟ سكينه سكينه يا طنط، في ايه؟ صوتكم جاي من الاوضه اللي جوه. ايه ده؟ احنا طلعنا بره؟ هو باب الشقة نقلوه الناحية دي؟ ليه؟ هو مش مرتاح الناحيه دي؟ ما تيجي نسأله. بس ده باب مش هينفع يرد. أنا حاسة إنك مضطرب شوية يا حبيبي، صح؟
قلقان، حاسه انك عامله ملخوم، صح؟ عايزاك واحده واحده كده من غير ما حد يزقك، بنفسك. قول لي ايه اللي دخلك اوضه النوم مع العذراء الجميله دي؟ حاضر يا طنط، على انا مهلك. هقول لك على كل حاجه. على مهلك. انا هقول لك الصراحه. قول. انا كنت معدي تحت الشباك عند جميله عادي، مروح انام عادي، ماشي؟ فجاه لقيت حد بيقول فيسو فيس. فيس تو فيس؟ استنى يا جميله عشان هقول الحقيقه، بلاش كذب. فيسو فيس فيسو فيس. قلت ايه فيسو فيس دي؟ دلوقتي فيسو فيس؟ ازاي؟ فبصيت كده فوق لقيت الفيسو فيس طالعه من بق جميله. ايوه، ورحت انا قلت لها ايه يا جميله؟ راحت رمت حبل كبير وفي شنكل من اخره، راحت قالت لي اكمل، وراحت جابتني من هنا. حتى بص يا طنط. يعني انت طلعت خياشيمك من غير خرم، خياشيمك سليمه. بس ليه بقى؟ لان هي من فتره بتاع من نص ساعه، فاكيد راحت يعني. قصدك الخرم مش باين. راحت زقتني على السرير وقالت لي انا لازم احكي لك حكايه روميو وجولييت. يا كذابه يا كذابه. انت بقى فاكر ان البيت من غير راجل، والبيت دوت سايب، وانك هتقدر تعتدي على النساء اللي فيه. مفيش راجل بقى. لا. ودخلت اوضه العذراء وفاكر انك هتهرب بدون عقاب. لا، العقاب عند ربنا والعقاب على الارض. منير. نعم. يعني اسيب المذاكره اللي في ايدي واجي ارد دلوقتي؟ وانت شغلاني ليه؟ انا لعلمكم بقى مقطع السمكه وديلها، الستات يشوفوني يرموا نفسهم من البلكونات، صح؟ والبنات يشوفوني يقولوا واو واو احلى من تامر حسني يا ماما. انا اللي جاي، بص انا اللي جاي. بابا ممكن تدخل اوضتك دلوقتي لو سمحت؟ لا مش هدخل اوضتي بقى واسيب الستات الحلوه دي لمين؟ انت عايزاني انضرب في سوق الرجاله يقولوا ساب البنات ودخل الاوضه ينام؟ ده بابا باظت منه خالص. منير، ممكن تطفي بس الفوليوم بتاع زورك 5 دقايق وجايه لك يا حبيبي. بص، انت مش وحش، الوحاشه دي مش انت، اللي حصل ده مش انت، القبح ده مش انت. انت ابرأ من كده، صح. انت الطف من كده، انت انضف من كده. انا متاكده ان امك هي السبب، هي اللي خلتك تعمل كده. الوحشه مين؟ ماما. الشريره مين؟ ماما. اللي زقتك على كده مين؟ ماما اللي وزتني. سيب لي امك بقى. يا ريت سيبها يا لي، طنط، يا ريت يا طنط، يا ريت بقى خلصيني من امي دي. سيبها لي يا حبيبي، لازماني. انا عايزاها تكتب لي الكتاب كده ونعلي الجواب ونجوزكم ونسطركم ونخلص الموضوع. لازم يعني بنتك معاه واحد في الاوضه، هيكون بيعملوا ايه؟ حاجه غلط. بس يا كذابه. استنى هنا، جواز ايه يا ماما؟ انا مستحيل اتجوز بالطريقه دي على فكره. يا ليله الادب، انا بصلح لك غلطتك يا ليله الادب، يا اللي كان مقفول عليك انت وولد باب واحد. ايه يا طنط؟ يا ليله الادب يا عذراء يا بتول، جرام تقول ايه؟ وطلع من الشباك بشنكل. هم اللي خلاص يا ده طنط. بسناره، مصطدام سناره. هم اللي جابوا الكلام لاهلهم، هم البنات دي. يا ليله الادب يا عديمه الدم، يا اللي مش متربيه، يا اللي كان معاكي في اوضه النوم. ده انا بسطرك، ده انا بخليكي تكتبي الكتاب يا مجرمه، يا اللي سيرتك على كل لسان. هنبقى البانه. معلش يا طنط، تقلقش يا حبيبي، معلش. انا هروح لماما دلوقتي وهتكلم في موضوع كتب الكتاب، واللي اتكسر يتصلح. انا متشكر قوي على الثقه الغاليه دي، فعلا انت هروح اقنع البنت بس انها ترضى تكتب كتابها عليه. حاضر، عشان حاضر. نلم الموضوع. حاضر. انا دلوقتي يا حبيبي هخش لمامتك اتكلم معاها بالذوق، لو مش بالذوق هيبقى بالعنف، عشان نلم الموضوع ونسطر على الولايه ونكفي على الخبر مجور. وبصراحه يعني الاوضه بسم الله ما شاء الله، لو ذوقك تحفه جدا. عجبتك؟ ممكن جداً. بعد كده بتسكنوا هنا. ماشي، ميرسي. ماشي يا ميرسي حبيبي، يا مع- طنط. اتفضل. مع اتفضل. السلامه. ميرسي. ايه ده؟ انت ايه؟ يعني طب دي وهيروشيما يعني ميس كاست. بقول لك ايه، انت كلامك ده اثر فيا قوي، وبعدين انا حاسه ان احنا قريبين قوي من بعض. ما تيجي نتجوز يا منير؟ يا بنتي عبيطه، تتجوزي مين؟ ده اللي كانت واقفه هنا دي دلوقتي دي مراته. مراته؟ ناقص تقولي ان انت بنته. بنته مين؟ لا طبعا مش بنته، واللي كانت واقفه في وشها دي تبقى بنته. ايه ده؟ اللي كانت واقفه في وشها دي تبقى بنته؟ والتانية تبقى مراتي؟ يا نهار، ده انا كنت فاكرك انت اللي مراتي. مراتك ايه؟ انت سكرت ولا ايه؟ لا طبعا. يا خاين يا غدار، بقى انا اسلمك اعز ما عامل اللي كنت عامل فيا كده. لا يخرب بيتك، كده ضيعت البنت وانا اللي كنت فاكراك طيب وغلبان. لا والله انا برضو طيب. حاكم على رأي المثل اللي يقول لك ايه، فلان ده تعرفه؟ ايوه اعرفه، عاشرته
لا ما عاشرتوش، يبقى طيب صح؟ ايه يا بت؟ سبتيني وجريتي كده ليه؟ ما انت كنت واقفه في امانه الله وكويسه. طب ايه رايك بقى ان هسيب البيت كله وامشي؟ انت مش تروحي فين؟ انا رتبت الموضوع خلاص، ده انا واقفه بره على كاتب الكتاب. بس انت ايه؟ طلعتي بنت امك، طلعتي حته بنت. عندما يتفوق التلميذ على استاذه. الله عليكي، وانت خارجه ومأنججاه وعامله نفسك انك مخضوضه، انك خارجه معاه من اوضه النوم، وعامله نفسك انك بتحاولي تداري الفضيحه وشرفك اللي اتمرمط في الارض. اما انت حته بنت طلعتي سنه. ايه يا ماما الكلام الفارغ اللي انت تقوليه ده؟ هو انا للدرجات دي يعني مش لاقيه حد؟ خلاص ناقصني حاجه؟ مش لاقي حد اتجوزه يا ماما؟ لا بس هو واد مش اي واد، ده واد مقرش. ايه رايك بقى يا ماما ان انا مش طايقه اكمل ده خالص؟ يا بنتي انت بينك وبين الجواز خطوه، قربنا نخلص الموضوع خلاص. يا بنتي الجواز ده عامل زي رحله الصيد، يا تنزلي تصطادي سمكه قرش يا تنزلي تصطادي بسريايه. والواد ده حوت كبير وابوه قرموط اكبر. مش بالطريقه دي يا ماما خالص على فكره. مش مهم الطريقه، المهم النتيجه. طب ايه رايك بقى انه ممكن يفضل بيذلني طول العمر بسبب اللي بتعمليه ده؟ لا 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 ما تقلقيش، انا مسيطره على الموضوع، هخليه خاتم في صباعك. احنا خلاص واقفين على المأذون انه يجي ويكتب الكتاب. انا خايفه قوي يا ماما بصراحه. تخافي من ايه؟ ده هو اللي بره واقف خايف ومرعوب، حاسس ان شرفه وقع على الارض زي الزجاج المبعثر. حتى انا سالته معاه الجاروف. جاروف؟ ايوه عشان نلم شرفه المبعثر. شرف ايه يا ماما المبعثر؟ ايه ماما بتقوليه ده؟ يا بنتي هو اللي واقف بره زي بنت البنوت مش انتي، هو اللي هيموت على الجواز مش انتي. طب والمهله اللي قال عليها ام حسين؟ ما قال احنا لازم يبقى في 3 شهور عشان نعرف بعض كويس. ده قبل بقى ما نظبطه متلبس بجريمته. جريمته؟ هو انت يا بنت مش خارجه معاه من اوضه النوم وكنتوا واقفين على بعض وكنت قاعده هنا على السرير وانا فوجئت بيكي ولا حد اللي حكالي؟ هو انت يا بنت مش طالعه معاه من البيجامه وطلع هو ضحكته قد كده وانت ضحكتك قد كده؟ ولا معناها دي مش هي اللي شافتك؟ ايه يا ماما اللي بتقوليه ده يا ماما؟ ما لو كان حد تاني قال لي كنت قلت له عيب ما تقولش كده على بنتي، لكن شايفاكي بعينيها طالعه من اوضه النوم. ايه يا ماما اللي بتقوليه ده يا ماما؟ الواد لازم يتكتب باسمه، انا مش عايزه خلط انساب. واد مين يا ماما؟ اقول لكم على حاجه وما تقولوش لحد، انا محتاج للحنان. ومين سامعك؟ وانت مالك انت بالحنان؟ كلنا محتاجين حنان، مش الاخت برضو طالعه معانا في طلعه الحنان دي؟ أنا كمان عايزة حنان وبحب الحنان. هلا بقى يا حنان، فاضيالنا الساعه دي. اخ الوحده بتقتلني. ايه ده انت كمان؟ انا كنت فاكراها توقفت عند الفنان تامر حسني. عسولة قوي، كانت في العيلة أكتر واحدة تحفة. عارفين انا حاسس ان انا مبسوط قوي معاكم، عمري ما حسيت بالانبساط ده، عشان كده مش عاوزكم تسيبوني. انا عمري ما هسيبك يا منير. وأنا كمان مش هسيبكم انتوا الاتنين. وأنا حاسس إن أنت سكران قوي فبتقول أي كلام. مش مركز، دي هيروشيما. هيروشيما بنت خالتي، مش شايفها؟ معمي، أنت معمي خالص. خالص والله انا مركز خالص. دي هيروشيما أيوه. ودي هالة. أيوه. دي حالة ودي حالة. هلا يا عارفة انت بتخليني افتكر وارجع لزمان يعني. من قد ايه كده يعني بالظبط؟ ترجع قد ايه؟ عشان التفاصيل دي بتفرق معايا، بس انا بعشق التفاصيل هنا، بعشق. يعني حوالي من 40 سنة كده. 40 سنه ايه يا منير؟ انا عمري كله ما جابش ال 25 اساسا. و60 شهر، صح؟ صح يا كذابة؟ أنا عارف شهادة الميلاد، أنا ابن خالتها. يا سلام، نفس الرشاقة. سلامة نظرك يا منير، رشاقة ايه؟